أهلا بيكم ويا رب تكونوا بخير. المدارس قربت وعايزين نعمل لأولادنا بقى المخبوزات في البيت وتكون مكوناتها مضمونة بدون أي مواد حافظة، في نفس الوقت نتيجتها هايلة جدا وأحسن من المخابز كمان. هبدأ معاكم فيديو النهاردة بالصمون العيش الفينو، وهقول لكم سر الهشاشة والطراوة والطعم الخطير، وكمان في بقى مكون هقول لكم عليه بيخلي ريحته مميزة جدا، وكمان هقول لكم على مكون بيخلي العجينة طرية جدا وبيساعد في الهشاشة والطراوة بتاعتها. حقيقي كل مرة بعمله فيها بيطلع أحلى من اللي قبلها، ولو نفذتوه على طريقتي أنا متأكدة إنه هيطلع ناجح معاكم جدا. يلا بينا نبدأ، بس يا ريت اللي أول مرة يشوفني يعمل سبسكرايب للقناة، واللي متابعني يعمل لايك، واللي متابع صفحتي على الفيسبوك يعمل لايك وفولو. طبعا معظم المخابز بتستخدم محسنات عشان يطلع الخبز يعني بالنتيجة اللي بنشوفها. احنا هنعمل بقى محسن في البيت بمكونين بس: معلقة من الدقيق، معلقة كبيرة من الدقيق، و100 ملي من المية اللي هو حوالي نص كوباية، وبنضيفهم لبعض وبندوبهم كويس أوي. بندوب الدقيق في المية وبعد كده بشغل عليه الغاز لغاية ما يقاوم ويتقل، وطبعا ده لازم بنحضره في الأول المحسن ده علشان يبرد تماما، ويا سلام لو قبلها كمان بساعتين 3 قبل ما نبدأ في العجينة بيبقى أحسن. قوامه تقل كده وبقى ممتاز جدا. خلاص بننقله بقى في طبق ونسيبه بقى يهدى خالص، ممكن نستنى ساعة 2 وبعد كده نبدأ في العجينة. كمان عايزة أقول لكم إن المحسن ده ينفع مع مخبوزات كتير جدا أو معظم أنواع المخبوزات، لأنه بيديها طراوة، وتقدروا كمان تجهزوه قبلها بيوم وبعد كده تاني يوم عادي تعملوا لأي نوع معجنات أو مخبوزات عايزينها. نسيبه بقى يبرد تماما، ويلا نشوف مقادير عجينة الصمون. بالنسبة للدقيق يعني مهم جدا تشوفوا نسبة البروتين تبقى مكتوبة على كيس الدقيق من بره يكون أكتر من 13%. ده بيبقى حلو جدا للمخبوزات، أو بتستخدموا دقيق مخصص للمخبوزات. أنا استخدمت هنا دقيق متعدد الاستخدامات ونسبة البروتين في أكتر من 13. استخدمت معاهم معلقتين من اللبن البودرة ومعلقتين كبار من السكر، وطبعا هسيب لكم كل المقادير بالكوباية وبالجرام وبالمعلقة على حسب كل مكون يعني. الخميرة استخدمت معلقة صغيرة حوالي 5 جرام، وده بيكنج باودر استخدمت معلقة صغيرة برضو. الملح نص معلقة صغيرة. طبعا الملح مهم جدا، قلنا ان هو بيساعد ان العجينة بتكون عرق وبتشد معانا وبتبقى حلوة جدا. بنقلب بقى المكونات الجافة كلها مع بعض كويس قوي، وبضيف معلقة من المحسن اللي عملناه في أول الفيديو. المعلقة كافية بالنسبة للنص كيلو دقيق، وبيضة صغيرة، طبعا البيضة تكون في درجة حرارة المطبخ، ومعلقة صغيرة من الخل. وطبعا الخل احنا عارفين ان هو برضو كمحسن للعجينة كويس جدا. و220 ملي من المية، طبعا تقدروا تستبدلوها بالحليب. انا ضفت المية كلها لان عارفة نوع الدقيق عندي. بالنسبة لكم ضيفوا 200 ملي بس، وبعد كده تشوفوا العجينة هتحتاج قد ايه. عندي بقى 35 جرام من الزبدة في درجة حرارة المطبخ، بضيفها برضو لباقي المكونات واشغل عليهم من الستاند ميكسر مدة مش أقل من 10 دقايق، عشان عايزين ننشط الجلوتين جوه العجينة ويتكون عرق حلو جدا، وده يساعد في نجاح الخبز بتاعنا. العجينة كده ناجحة جدا. بعد ما عجناها كويس بنضيف في الآخر معلقة من الزيت، وتتعجن كمان دقيقتين، وده بيديها نعومة أكتر، بتبقى هايلة جدا. العجينة بتكون طرية ما بتكونش يابسة. بغطيها بقى واسيبها تختمر حوالي ساعة. سر النكهة الحلوة بقى للخبز اللي قلتلكوا عليه في أول الفيديو هو نسبة بسيطة جدا على طرف المعلقة من المحلب، بس ما نكترش خالص، وبتضيفوه مع المواد الجافة في الأول وهتلاقوا نتيجة خطيرة. العجينة بقى بعد ما اختمرت هايلة جدا، وقطعها بقى كور على حسب رغبة كل حد. عايزين رغيف الصامون كبير، عايزينه متوسط صغير، على حسب ما تحبوا. أنا هنا عملتهم أوزانهم ما بين 55 ل60 جرام. بنخلص الكمية كلها ونغطيها ببلاستيك، وده مهم جدا علشان وشها ما ينشفش، وبنسيبها حوالي نص ساعة بتكون ارتاحت واختمرت أكتر. ونبدأ بقى في تشكيل الصامون، وتشكيله سهل جدا. بنبدأ بأول واحدة وبنقلبها على وشها، يعني الوش هو اللي يبقى تحت عشان يبقى وش الصامون عندنا ناعم وشكله حلو. ونفردها بقى بإيدينا شوية، ممكن نعملها أصلا بإيدينا بس، وممكن نعملها بالمردنة أو بالنشابة. وبنفردها بقى للسمك اللي واضح ده، ما تكونش سميكة قوي.
وبعد كده بنبدأ بقى نلفها ونرولها بالطريقة دي، طبعا نرولها على ضيق علشان ما يكونش في فراغات هوا. لما نفتح الرغيف تكون المسام بتاعته متساوية جدا. نقفل الطرف بالشكل ده، نضغطه كويس، نقرصه كده علشان يتماسك مع بعضه. وما بنيجي نرص الرغيف في الصاج الفرن، بنرصه على الناحية اللي احنا قفلناها دي علشان ما يفتحش مننا في التسوية. ونقفله بقى من الجوانب كويس، نخرج منه اي هوا، ونرله بالشكل ده علشان يبقى كله متساوي. الرغيف بدايته زي نهايته كله سمك واحد بس كده. ونرصه في صاج. انا عملت واحد مفروش بورق الزبدة، واحد تاني مدهون بالزيت. هعمل بقى معاك واحدة تانية بنفس الطريقة. بفردها كده، ما تبقاش مدورة، يبقى ليها الأطراف كلها واخدة شكل المستطيل أو المربع على حسب حجم الرغيف. شوفوا دلوقتي الرغيف هيبقى سمكه ايه وحجمه قد ايه، وبعد التسوية هيبقى شكله ايه. ما شاء الله بيتضاعف حجمه كتير وبيبقى هش وخفيف جدا. أنا هنا قربت الصورة شوية بحيث تشوفوا ازاي بتتقفل من الجوانب. لازم نضغط عليها ضغطة ويطلع الهواء اللي في الرغيف، وبعد كده نقفلها من الجوانب، نقرصها برضو كويس جدا بالشكل ده. ونظبط بقى الرغيف يبقى كله سمك واحد بالشكل ده. لو عايزين بقى الرغيف يكون عريض شوية، بنرله أو بنلفه من الناحية الأقصر، يعني نعمله مستطيل ونرله بالشكل ده من الناحية القصيرة، فهيبقى الرغيف أقصر شوية وأعرض شوية. ونقفله بقى بنفس الطريقة دي. كمية الصمونة عندنا كلها. بعد ما خلصت بنغطيها بقى بالبلاستيك علشان تختمر ويتضاعف حجمها. هنشوف بقى شكلهم بعد التسوية ايه ان شاء الله، بس هنسيبهم لمدة ساعة او اكتر على حسب درجة حرارة المكان. بعد ما اختمرت هنغطيها بخليط من الحليب وعليه نسبة بسيطة قوي من السكر، وممكن حليب بس طبعا، وندهنه بخفة قوي. وبندخلها الفرن على درجة حرارة 200. السمون ياخد اللون الذهبي من تحت، وبعد كده نشغل الشواية يتلون برضو من فوق. بياخد في الفرن حوالي من 10 ل 12 دقيقة وبيكون استوى تماما. رشيت بقى على الصينية الصغنونة ديت حبة البركة وسمسم. أول ما يخرج من الفرن على طول ممكن نعمل حاجتين، يا إما نعمله بالبخاخ المية كده رشة خفيفة ويتغطى بفوطة الأول وبعدين بلاستيك حوالي 5 دقايق وبيطرى تماما، أو بندهنه بطبقة من الزبدة كده خفيفة، مكعب زبدة ونوزعها عليه. الطريقة دي حلوة ودي حلوة، والاتنين بيدوا طراوة ولمعة للوجه جميلة، بس الزبدة بتدي طعم حلو قوي كمان. شايفين بقى العيش شكله ايه؟ حقيقي خطير. بضغط عليه بيرجع تاني لنفس شكله. ناجح جدا، تسويته ممتازة. حقيقي لازم تجربوا الطريقة دي. شايفين طبقات العيش من جوه والهشاشة والخفة، عامل زي الكرواسون. خطير، وطعمه وريحته، رشة المحلب البسيطة اللي ضفناها للعجينة دي نكهة حلوة قوي قوي. ولأن التسوية مظبوطة واخد وقته في التخمير، مهما ضغطنا على العيش كده بالشكل دوت عمره ما هيلزق في بعضه، بيرجع تاني لشكله. تاكلوه بقى مع أي حشوات حلوة جدا، تاكلوه لوحده خطير. أنا هعمله دلوقتي كده قشطة ومربى، يعني بعشق القشطة والمربى، خطيرة مع العيش ده، طعمهم يجنن. أتمنى تجربوا الوصفة وأتمنى تكون عجبتكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك. وإن شاء الله أشوفكم في وصفات جديدة. باي باي.